الكابتن حسين لبيب طلع بيشكر رئيس الجمهورية على حل مشكلة الأرض. اسمع الزمالك. النهارده معانا كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا عمرو باشا. ومعانا ايضا النائب محمد مجاهد رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب حماة الوطن. اهلا بيك يا فندم. تحياتي ليك يا استاذ عمرو. وكان ليك مجهود كبير ايضا في هذا الامر. الحمد لله. كابتن حسين، كيف ترى هذا التخصيص وهذا الموضوع؟ طيب خليني الاول بس يعني بجد يعني بالاصاله عن نفسي ونيابه عن مجلس اداره نادي الزمالك اتوجه بالشكر والتقدير الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على توجيهات سيادته الكريمه التي كان لها اكبر الاثر في التوصل الى حل نهائي في ازمه فرع نادي الزمالك اللي بقاله اكثر من 20 سنه. ده اول حاجه احب ابتدي بيها، فشكرا يا سياده الرئيس، يا فخامه الرئيس. جميع الزملكاويه اللي تعدادهم يفوق الملايين، بالتالي كلهم بيشكروا حضرتك وانا نيابه عنهم بشكر حضرتك. نمره 2 برضو بحب اشكر بقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت كل من ساهم. فبدايه بشكر معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه، المهندسه رندا المنشاوي وزيره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الاستاذ محمد مجاهد اللي قاعد معانا هنا رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب وكان له اثر ودور فعال جدا، المهندس وليد عباس نائب وزير الاسكان. وكل دول كان لهم دور محوري لوصولنا لهذا الحل حسب توجيهات سياده فخامه رئيس الجمهوريه. اخيرا يعني بحب اشكر مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو انا واحد منهم، واللي هم عانوا كثير ومحدش فينا فتح بقه، بل بالعكس صمدنا وقعدنا وكان عندنا ايمان قاطع ان فخامه الرئيس سوف يحل هذه المشكله. واخيرا يعني انا بوجه الشكر لزميلي هشام نصر نائب رئيس النادي، لان هو اللي فعلا يعني حط البذره، وهشام كان له دور فعال جدا جدا كمندوب لنادي الزمالك في حل هذه المشكله.